السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب العالمين، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في الحقيقة عاوز أبدأ مع حضراتكم الأول من عند مباراة الزمالك وإنبي اللي هتكون الساعة 9. مباراة يعني مش عارف بجد، احنا صايمين. انا بعمل الفيديو ده وانا صايم. البنا حكم للساحة، محمود عاشور حكم للفار. هو فيها يا جدعان؟ في ايه بالظبط بجد؟ والله ايه اللي بيحصل يعني؟ يا كابتن حسين، انا على ما افتكر انت الموسم اللي فات انت قلت مش عاوز في بعض الحكام ما يحكموش مباراة الزمالك. في حكام بتكون قراراتها ضد نادي الزمالك، طبعا بتأثر بالسلب على مسيرة نادي الزمالك في بطولة الدوري. من ضمنهم البنا يا جماعة، اللي هو أدار مباراتين الموسم ده للنادي الأهلي، مباراة قدام الأهلي وبيراميدز ومباراة للأهلي والمصري، والمباراتين كان فيهم قرارات تحكيمية كلها جدل. فالبنا نفسه يعني بجد انا كزملكاوي، انا او انا كنادي الزمالك ليه تحفظ عليه. حتى مجلس اداره نادي الزمالك، المجلس اللي هو البسكويت ده، متحفظ عليه وقال لك احنا متحفظين على البنا يعني بيتعمد اذيه نادي الزمالك، بيتعمد ان هو يضر نادي الزمالك. يعني شوف، انا بقول لك المجلس البسكويت نفسه مش عاجبه البنا، ولكن اتمنى ان البنا يدير المباراه بما يرضي الله، ويفتكر ان احنا في شهر رمضان. يفتكر ان يعني مش معنى ان انت فطرت بقى بعد الفطار المباراه فانت تعمل اي حاجه. يا بنا صيامك يا بنا، احنا في شهر رمضان، ما بنقولكش جميلنا والله، بس اشتغل بما يرضي الله. ادي للزمالك حقه وادي الإب حقه، والقرار لو في عقوبة يكون بما يرضي الله بالعدل. بس ده اللي احنا بنطلبه وده اللي احنا عاوزينه. بيسيرو استغل فرصة ان زيزو مش هيشارك في مباراة. زيزو اللي انا جاي له دلوقتي اللي هيشارك في كأس العالم للأندية. بالمناسبة زيزو هيكون متواجد في كأس العالم للأندية اللي جاي ده. استغل طبعا استبعاده عن المباراة وبدأ يعمل له فقرات تدريبية، يعني فقرات تأهيلية والكلام ده كله. يعني بيسيرو بيقول للاعيبة نادي الزمالك احنا عاوزين نلعب بتحدي. بيقول لهم انا ما تعودتش ارمي الفوطة، وان شاء الله الدوري احنا هناخده. اوعى تقول لي حاجة مستحيل، اوعى تقول على اي حاجة مستحيل. الدوري لسه في الملعب، في امال. وانا عارف ان انتوا لعيبه رجاله، وانتوا لعيبه على اعلى مستوى، وانا اشتغلت معاكم الفتره البسيطه ديت، ولكن عرفت ان انتوا يعني انتوا رجاله، وعرفت ان انتوا بتتعرضوا لظلم كبير من التحكيم. فنلعب مباراة انبي رجالة، نحط الدوري قدام عينينا، نركز في شغلنا. ده كلام بيسيروا يعني للاعيبة نادي الزمالك. وان شاء الله احمد الجفالي يعني هيكون اساسي بنسبة كبيرة في هذه المباراة. احمد الجفالي اللي من اللعيبة المحترمين اللي هيثبت نفسه في وقت قصير يعني ان شاء الله مع نادي الزمالك. حسام عبد المجيد مجلس اداره نادي الزمالك استقر خلاص على تمديد العقد بتاعه لمده موسمين، وتعديل المقابل المادي يعني اللي حسام عبد المجيد بياخده مع نادي الزمالك. ويمكن اتكلمنا في الامر ده وقلنا ان لجنه التخطيط داخل نادي الزمالك قالت ان احنا يعني شغالين على الملفات ديت، ان في بعض اللعيبه عقودها يعني عاوزه تتعدل، وعاوزه يعني تتمد مثلا موسمين 3
المقابل المادي بسيط، لا عاوز ان هو يزيد شويه عشان خاطر ان احنا نبدا نحافظ على القوام يعني بتاع الفرقه يعني. عاوز اروح مع حضراتكم على موضوع بخصوص بالمناسبه لاحمد شوبير. احمد شوبير طبعا المجلس الاعلى للاعلام برئاسه المهندس خالد عبد العزيز قرروا ايقاف برنامج حارس الاهلي لمده اسبوعين زائد غرامه لقناه الاهلي 100,000 جنيه، وايقاف احمد شوبير من الظهور في الاعلام يعني نفس المده يعني. اتمنى اني مش عارف للاسف يعني الواحد بيزعل والله ما بيعمل فيديوهات وهو صايم. انا مش هضيع صيام يعني، مش هضيع صيام. جروس بيحذر نادي الزمالك وبيبعت لهم انذار، بيقول لهم انا عاوز مستحقاتي قبل ما الجا للفيفا. ها يا كابتن حسين، كابتن حسين لبيب، ايه حضرتك رايك؟ جروس باعت لك انذار زي مشالك ما كان باعت لك انذار، بيقول لك انا عاوز مستحقاتي. انتوا مشيتوا الراجل. الراجل لا يصلح انه يكون مدير فني نادي الزمالك، ومنه اللي جابه اصلا، منه اللي راح تعاقد معاه وجابه، ولكن انتوا مشيتوه. كان من يعني المفروض انك تكون موفر له فلوسه، تقدر تقول له شكرا احنا اخطأنا ان جبناك في الاول فشكرا. نفس الكوارث والغلطات برضه، نفس الخطأ بتاع برضه كونراد مشالك برضه. زيزو جاي له عرض من نادي العين الاماراتي، عرض مغري، عرض لمدة 3 مواسم بعد انتهاء طبعا تعاقده مع نادي الزمالك، يعني بداية من الموسم القادم، بمقابل مادي 10 مليون دولار ونص، بما يعادل مصري 531 مليون جنيه في 3 مواسم. كل موسم 3 مليون دولار زائد 500 ألف دولار حوافز ومكافآت والحاجات ديت، يعني المجموع كلهم 10 مليون دولار ونص. رقم مغري، رقم كبير. زائد ان نادي العين الاماراتي هيشارك في كاس العالم للانديه، واي لاعب حلمه ان هو يلعب في كاس العالم للانديه. فالاتجاه الاقرب ان زيزو في العين الاماراتي الموسم القادم. لجنه التخطيط حاليا بدأ طبعا الكابتن احمد حسام ميدو بدأ يتكلم مع زيزو ويتواصل، يعني عايزين نقعد ونشوف موضوع التجديد. واحنا نعرف ان الرغبة الاولى عندك هو التجديد لنادي الزمالك. زيزو قال مفيش مشكلة خالص، ولكن اللي انا اعرفه ان زيزو لسه مصر على طلباته اللي هو طالبها من مجلس ادارة نادي الزمالك. قال زيزو اللي عاوز يعمل تاريخ بحروف من ذهب داخل نادي الزمالك ويكون كابتن من ضمن الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك، هل هيتخلى عن كل ده ويروح العين الاماراتي، ولا هيضحي؟ ما هي النجوميه وحب الجمهور وانك تكون كابتن تاريخي وانك تعمل انجازات كبيره داخل نادي، طبعا كل ده له مقابل، لازم حضرتك تضحي شويه. هل انت يا زيزو هتضحي وتجدد لنادي الزمالك، ولا انت هتروح لل 531 مليون جنيه مصري في 3 مواسم مع نادي العين الاماراتي، زائد بقى انت هتلعب في كاس العالم للانديه؟ انا بقول لكم الاتجاه الاقرب ان زيزو ماشي. وكتر خيرك يا كابتن حسين يا لبيب، يا اللي انت قلت في البدايه زيزو مش للبيع. لما جالك الشباب السعودي مش للبيع، نيوم مش للبيع، الفريق بتاع الليبي مش للبيع. اذا انت عندك خطه انك هتجدد له، كنت بعته وكنا قدرنا نتصرف بفلوسه، نسد مديونيات، نجيب صفقات، نعمل نخلي اي حاجه. ولكن للاسف فشل ورا فشل. تمنياتنا بالتوفيق لنادينا ان شاء الله النهارده قدام نادي انبي. هنفضل دائما وابدا داعمين لنادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. غصب عننا قدرنا ومصيرنا ان احنا بنحب نادي الزمالك وبنشجع الزمالك. حاولت كتير اغير اسم القناه وبرجع تاني ارجعها تاني لزملكاوي حر. غصب عني هفضل داعم نادي الزمالك لان حبه هنا محفور جوه قلبه وفي دمنا. بتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم،
واتمنى تشاركونا برايكم في التعليقات، ومش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، سلام عليكم.